السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بصيرة. الحلقة النهاردة حلقة بتمس كل فرد فينا وكل مسلم. النهاردة هنتكلم عن أكتر لحظة بتوجع أي حد فينا، هي لحظة المنع. يعني إيه لحظة المنع؟ يعني معناها إن أنا بدعي ربنا: يا رب ارزقني، يا رب نجحني، يا رب كذا، وربنا سبحانه وتعالى منعها عني. لما تسعى كل قوتك في مشروع مثلا وتفشل، لما تقدم على وظيفة أحلامك وتترفض، لما بتدعي بقلب محروق ومفيش استجابة، في اللحظة دي الشيطان بيدخل لك من باب ربنا مش بيحبك، انت حظك سيء، انت حظك وحش. اوعى تفتكر ان انت، يقول لك انت مش قريب من ربنا، انت بعيد عن ربنا، ويفضل يمسك قلبك وعقلك بالوساوس دي عشان يهيئ لك، يخليك تقنط من ربنا سبحانه وتعالى. لكن بصيرتنا النهارده جايه تقول لك العكس تماما. المنع هو قمه العطاء ذاته. طبعا هتقول لي ازاي المنع هو قمه العطاء ذاته؟ اللي مش شايف الميزانيه كامله، النهارده هنعرف ليه المنع هو حمايه الهيه ليك من افلاس محقق. اول حاجه محور هنتكلم فيه حاجه اسمها رؤيه المخاطر المخفيه. في مهنتنا احنا احيانا بنرفض قرض العميل او بنوقف صفقه شكلها بيلمع والعميل بيزعل وبيفتكر ان احنا بنعطله، لكن الحقيقه اننا بنكون شايفين في دراسه الجدوى مخاطر هو مش شايفها. بكون انا لما بعمل تحليل لدراسه الجدوى بشوف مخاطر تقول لي ان العميل ده مش غير قادر على السداد، فبالتالي انا بحميه. لما برفض له قرض بحميه من انه يقع في فخ السيوله او افلاس. طب لما نيجي نربطها بالبصيره، ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عز وجل هو العليم، هو شايف دراسه الجدوى لمستقبلك، شايف ايه اللي قدام، شايف مستقبلك بالكامل. لما بيقفل في وشك باب هو مش بيحرمك، هو بيحميك. طب ناخد مثال للتبسيط. طفل بيبكي بحرقة عشان يمسك سكينة بتلمع. لما طفل صغير عمره 3 سنوات 2 ماسك سكينة شايفها بتلمع في ايده وفرحان بيها قوي، لما الأم تمنعه الطفل شايف إن مامته بتحرمه وبتظلمه، لكن الأم شايفة إن ده إنقاذ حياة لابنها. إحنا بنكون مع الله عز وجل أحيانا بنكون زي الطفل ده، بنبكي على سكينة، بس لو خدناها كنا نتذبح أو نعور نفسينا. طب المحور التاني إيه؟ المنع هو عين العطاء. سيدنا ابن عطاء الله السكندري قال كلمة محتاجة فعلا نظرة ثاقبة وبصيرة لخبير. قال ايه؟ ربما اعطاك فمنعك، ربما منعك فاعطاك. طيب هنفسر القول ده بمثال.
كم مرة في حياتك كده زعلت على فرصة راحت منك، وبعد سنة أو بعد مدة اكتشفت إن الشركة دي أفلست، أو إن الشخص ده كان سيء اللي أنت كنت هتعرفه؟ ساعتها قلت إيه؟ قلت الحمد لله إنها ما حصلتش. أعيد المثال تاني. كم مرة في حياتك زعلت إن في فرصة لوظيفة أو أي حاجة تانية لشركة، اكتشفت إن الشركة دي أفلست، أو إن شخص أنت كنت مصاحبه وطلع الشخص ده سيء، ساعتها قلت إيه؟ الحمد لله إن ما حصلش. البصيرة هنا بتقول لك إيه؟ إن الحمد لله وقت المنع، مش بعد ما تكتشف السبب بسنة، لا، اليقين هو إنك تثق في كفاءة الرب اللي بيدير الكون، لا إله إلا هو. المنع هو رسالة بتقول لك المسار ده مش بتاعك، المسار ده مش مفيد ليك، المسار ده مضر ليك. ربنا بيقول لك أنا مجهز لك مسار أفضل، مستقبل أحسن. أو التوقيت ده هيضرك، يقول لك اصبر شوية، استنى التوقيت الصح. لو الإنسان يصبر هينول. ها؟ طب ايه المحور الثالث للحلقة النهاردة؟ حاجة اسمها فخ التعلق بالنتيجة. يعني ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده؟ احنا مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع الله بمنطق يا رب نفذ لي طلباتي. استغفر الله العظيم. طب لو ما اتنفذتش بنعتبر ده فشل في علاقتنا مع ربنا. الحقيقة ان الله مالك الكون، والمالك بيعطي لحكمة ويمنع لحكمة. لما ربنا يمنعك وبيفك تعلقك بالأسباب وبيرجعك ليه؟ لرب الأسباب. ربنا منع عنك مصدر الرزق معين، انت متعلق بالمرتب العالي للوظيفة دي وهتموت عليها، لكن ربنا منعك ان انت تاخد الوظيفة دي عشان ما تبقاش عبد للوظيفة، عبد للفلوس، ومهد لك مسار تاني افضل لقيت فيه نفسك بعد، وعرفت ذلك بعد مدة. انا شخصيا يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما احنا قلنا بيفك تعلقك بالاسباب وبيرجعك لرب الاسباب. هو عايزك تحبه هو، مش تحب العطايا اللي بيديها. هو رب كريم وبنتعلق بفضله ورحمته وكل حاجة، بس انت بتعبد رب، اعبد صفاته، جلاله، ذاته قبل ما تعبد عطاياه. المنع انا بعتبره هو فلترة لقلبك. هل انت بتعبد الرزق؟ لو الاجابة ايوه يبقى هتتكسر مع المنع. لو بتعبد الرزاق هتطمن وتقول خزاينه مليانة وهيديني من ناحية تانية وهو أضرب مصلحتي. طيب اعرف كده أو لازم تدرك إن يد الله هي بتقفل باب لكن بتحميك من كارثة وراها، وفي نفس الوقت بتفتح لك 1000 باب يكون فيه خير ليك. اكتب النهاردة كده أكتر 3 حاجات في حياتك كنت هتموت عليهم وما حصلش والباب اتقفل، وبص عليهم كده بعين النهارده. ايه الشر اللي ربنا حماك منه، او ايه الباب الاحسن اللي ربنا فتحه لك بعده. لما تخلص بص للباب المقفول دلوقتي في حياتك، وبص كده بنظرة ثاقبة
أنا واثق في تدبيرك أكتر من رغبتي. أنا واثق في تدبير ربنا أكتر من رغبتي العطايا. لازم يبقى في ثقة ويقين بربنا زي ما قلنا في حلقة اليقين بالله. وأخيرا أتمنى تكونوا استفدتم بالحلقة، وإن شاء الله معاكم المرة الجاية في حلقة جديدة من حلقات بصيرة. دمتم في رضا الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.